رسميا برشلونة يحسم صفقة إلكاي جوندوغان. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة سكرين سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، ما رأيك بصفقة إلكاي جوندوغان إلى الفريق الكتالوني؟ شاركونا بالتعليقات. ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الألماني إلكاي جوندوغان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي سينتقل إلى فريق برشلونة الإسباني في الانتقالات الصيفية المقبلة، ويحظى اللاعب باهتمام نادي برشلونة الذي يرغب في التعاقد معه في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي نهاية الموسم الحالي. ويرغب نادي برشلونة في التعاقد مع لاعبين تكون عقودهم مع أنديتهم منتهية، وذلك لتجنب دفع مبالغ كبيرة بسبب الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها النادي. وأشار خوسيه الفاريز الصحفي في برنامج الاشتنجيتو الإسباني إلى أن جوندوغان يريد توقيع لبرشلونة بعد نهاية الموسم الحالي، إذ يرغب في عدم الاستمرار مع مانشستر سيتي الذي ينتهي عقده معه في يونيو القادم. وكان لاعب الوسط الألماني قد انتقل من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2016، وخلال الموسم الحالي خاض 15 مباراة في الدوري الإنجليزي وسجل خلالها هدفين وصنع مثليهما، وتوج مع الفريق بلقب البريمير ليج 4 مرات. ويستهدف نادي برشلونة إبرام صفقة مجانية من صفوف مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوفه. وبحسب صحيفة تيليغراف البريطانية فإن برشلونة مهتم جدا بالتعاقد مع الألماني الدولي إلكاي جوندوغان صاحب ال 32 عاما، والذي ينتهي عقده مع سيتيزنز بنهاية الموسم الجاري. وسيكون من حق جوندوغان التوقيع على أي ناد آخر خلال شهر يناير الجاري وفقا للوائح الفيفا. ولعب جوندوغان دورا هاما مع مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، وخلال الموسم الحالي شارك في 31 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفين. ويسعى برشلونة لإبرام صفقات مميزة بدون مقابل بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها البلاوغرانا في السنوات الأخيرة، وشروط اللعب المالي النظيف التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.